السلام عليكم احبابي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكه. وجدت اليوم تشكيله من المعسلات وشاركتها معكم بمذاقات مختلفه كيف ما كتشوفوا شكلا ومذاقا رائعه. وهنا ندوزو نشوفوا المكونات. الورقه ديال البسطيله، هنا خديت كيلو لاروب الورد، وكذلك كريمه الورد، كريمه الزعفران الحر، كرونبيريز او ممكن تاخذوا الزبيب، القرقاع محمر، كريمه اللوتيس وكريم كراميل، الروح ديال الورد ميبس للتزيين، قليل من بسكوي اللوتيس، وعندي نص كيلو ديال اللوز محمر او لا مقلي. السيجار الاول عندي اللوز محمر مع القرقاع، تقريبا ربعه ديال اللوز مع نص ربعه ديال القرقاع، طحنوهم مزيان على هذا الشكل هذا. غنضيف لهم معلقه كبيره ديال كريمه اللوتيس ومعلقه كبيره ديال كريم كراميل وقليل من روح الزهر. فانا ملي طحنتهم البنات طحنتهم مع تقريبا واحد 3 المعالق ديال السكر بودره هكذا باش ما يجيوش حلوين وما يجيوكمش قاصحين. الا كثرتوا السكر كيجيو قاصحين. غنخلطهم مزيان، كتخلطوهم مزيان على هذا الشكل هذا. وهالعقده الاولى موجوده. العقده الثانيه اخواتي، عندي القرقاع مع الزبيب او الكرونبيريز واللوز. طبعا الكميه ديال اللوز هي الاكثر، درت شويه ديال الكرونبيريز او الزبيب، راه حتى بالزبيب كيجيو واعرين، هادو هما الكودكور ديالي كنحمق عليهم. والقرقاع حتى هو نص كميه ديال اللوز، والكرونبيريز قل منهم باش ما كيجيوش حامضين بزاف. هنايا انا ما درت فيهم لا سكر لا والو، غادي نحليهم غير بالكريم كراميل، هي باش غنحليهم لانه غيطفاو في العسل. وما غاديش ندير لهم الروح ديال الزهر، غنخليهم هكذا باش تبقى ديك النسمه ديال هذاك الزبيب الاحمر وديال القرقاع. حيت كما كتعرفوا الماء زهر كتكون النسمه ديالو مجهده وكيغلب. هنا انا نخلط بيدي احسن، وتعمدت انني نخلي اللوز مهرمش باش كيعطي واحد الكروكون في دوك لي سيكار. هما هكا كيجيو، ما كيجيش اللوز عقدان يعني مطحون مزيان، كيجي هكذا كروكون مهرمش شويه. وكما كتشوفوا راه كتخلط دغيا دغيا، ومخلطه غير بالكريم كراميل بلا سكر بلاصتي. صافي هي راه مجموعه. وهنايا اخواتي عندي الورقه البطيله، غادي نقطعها باش نشكل دي سيكار طاع على جوج. نعاود نقطع النصف على جوج ونعاود ثاني نقطع، يعني كنقسموها على 4. انا غنقطع منها من هاد الحاشيه باش ما تجينيش الورقه كثيره، ونيت هنايا كتبان لي الورقه شويه مشنتفه بهذا الشكل. البنات الا كان عندكم اللوز بحال اللي عندي انا شويه ناشف، كتزيدوا معلقه كبيره ديال الجلوكوز وكتزيدوا شويه ديال الزبده. ولا عندكم كذلك الماول حتى هو ضيفوه باش كيجمع لينا هاد العقده.
اللوز كيكون اللي فيه الزيت وكيكون بحال هذا اللي كيكون شويه ناشف. وهنايا البنات العقده الثالثه اللي عندنا باللوز خضر ما محمرش عادي كما كتشوفوا مطحون مزيان، معاه 2 معالق كبار ديال السكر كلاص. هنا عندي 250 غرام ديال اللوز، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، عندي معلقه كبيره كما كتشوفوا عامره ديال الزبده، وغادي ندير معلقه كبيره ديال كريمه الورد. هادو غيجيو منسمين بالورد، حاجه جديده. وديما كتعرفوا انا ديما كنقلب لكم على الجديد وعلى شكيلات مختلفين، فنتمنى هادو يعجبوكم ان شاء الله. البنات كتاخذوا السيكار ديالكم اولا الورقه على هذا الشكل. هنا درت شويه ديال الدقيق مع شويه الماء وغنشكل هكا دي السيكار رقيقين. كتسدوا من هنايا، شوفوا معايا الطريقه البنات، كتسدوا من هنا من هذا الجنب، كتعاودوا تضغطوا تسدوا من هذا الجنب حتى هو باش ملي نقليوهم ما يتحلوش. تضغطوا عليهم مزيان، تعاودوا تاني تسدوا بشويه الدقيق. شوفوا الشكل ديالهم كي جا. وديما الورقه ديروها هاد الجهه الحرشه ديروها لداخل. ضروري ما تزيديو في كل مره تسدوا بالدقيق والماء باش ملي تقليوهم ما يتحلوش، وتضغطوا مزيان. والعقده الرابعه اولا البريبه الرابعه فيها 250 غرام ديال اللوز بودغ مطحون خضر ما مقليش، معلقه كبيره ديال الزبده على درجه حراره المطبخ، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وعندي هنا كريمه الزعفران الحر. هذه البنات راه واحد لا كريم كتعطي واحد لوغو البريوات ولا لي غاتو ولا سورتو الحاجه البلديه، ما نعاودش لكم، رائعه رائعه. فانا درت تقريبا معلقه عامره حتى ل2 معالق. وغادي نبدا نجمع هاد المكونات هكذا. وهنايا البنات العقده الثالثه اللي عندنا باللوز خضر ما محمرش عادي كما كتشوفوا مطحون مزيان، معاه 2 معالق كبار ديال السكر كلاص. هنا عندي 250 غرام ديال اللوز، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، عندي معلقه كبيره كما كتشوفوا عامره ديال الزبده، وغادي ندير معلقه كبيره ديال كريمه الورد. هادو غيجيو منسمين بالورد، حاجه جديده. وديما كتعرفوا انا ديما كنقلب لكم على الجديد وعلى شكيلات مختلفين، فنتمنى هادو يعجبوكم ان شاء الله. والعقده الرابعه اولا البريبه الرابعه فيها 250 غرام ديال اللوز بودغ مطحون خضر ما مقليش، معلقه كبيره ديال الزبده على درجه حراره المطبخ، 2 معالق كبار ديال السكر كلاصي، وعندي هنا كريمه الزعفران الحر. هذه البنات راه واحد لا كريم كتعطي واحد لوغو البريوات ولا لي غاتو ولا سورتو الحاجه البلديه، ما نعاودش لكم، رائعه رائعه. فانا درت تقريبا معلقه عامره حتى ل2 معالق. وغادي نبدا نجمع هاد المكونات هكذا.
وهنايا اخواتي عندي الورقه البطاله غادي نقطعها باش نشكل دي سيكار قطعها على جوج. نعاود نقطع النصف على جوج ونعاود ثاني نقطع، يعني كنقسموها على 4. انا غنقطع منها من هاد الحاشيه باش ما تجينيش الورقه كثيره، ونيت هنايا كتبان لي الورقه شويه مشنتفه بهذا الشكل. هنا البنات غنقطع الورقه على حساب البريوات باش نوجد البريوات. كناخذ هذه عندي الحجم الكبير غنقطعها على هكذا كما كتشوفوا، وغادي نبقى نثنيها. هانتوما قطعتها ماشي على النص وشويه، وغادي نجي نقطع على هذا الشكل هذا. كنحيد هاد الجوانب ونجي نقطعها على هذا القياس هذا. علاش؟ باش الورقه ما تكونش عندي كثيره. كما كتشوفوا انا دائما في البريوات ديالي البنات ولا حتى في السيكار، شوفوا القياس ديال الورقه اللي عندي. غنصايب معكم بريوه وحده باش يكون واضح عندكم. البنات اللي كيقول لك البريوات كتخدميهم غاليين، راه كل حاجه بلا سميتو ديالها. بحال دابا انايا كندير العقده ديال اللوز كتكون شويه كثيره والورقه قليله، وخصكم تنتبهوا لهاد القضيه هذه. الا كانت الورقه كثيره وعندنا شويه د اللوز فما كيجيوش مقرمشين، ما كيجيوش داك البريوات مقرملين، ولا كيجيو ثقالين وكيشربوا العسل وكتكون فيهم الورقه كثيره. فانا هانتوما تشوفوا الطريقه ديالي في البريوات ما كنكثرش الورقه. كنقطع هاد الجهه هادي باش تجيني مفينيه. هنا البنات وجدت العسل، خاصو يكون بارد، وغادي نبدا نقلي البريوات والسيجار. هنايا درت الزيت يسخن وبديت كنقلي لي سيجار. فاش كيتحمروا مزيان كما كتشوفوا هذا هو اللون ديالهم ذهبي. كنقلبوهم من جهات بجوج حتى كياخذوا اللون مزيان صافي، وكنطفوهم في العسل. وهادو اخواتي هما المعسلات اللي وجدت معكم اليوم، وصفه مختلفه شكلا ومذاقا. نتمنى تجربوها وعواشركم مبروكه.